في أعقاب صدور القرار رقم 2797 عن مجلس الأمن الدولي الذي جدد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء، جاء رد إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو حاداً ورافضاً لما وصفه بالانحراف الخطير في مواقف الأمم المتحدة. ففي بيان رسمي أكد غالي أن الجبهة لن تكون طرفاً في أي مفاوضات لا تضمن حق ما يسميه الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأضاف أن القرار الجديد يكرس حسب تعبيره شرعنة للاحتلال المغربي ويبتعد عن مبادئ تصفية الاستعمار، كما حذر من أن الحلول الأحادية الجانب ستؤدي إلى تفاقم النزاع وتهديد استقرار المنطقة، مؤكداً استعداد الجبهة لمواصلة ما سماه النضال بكل الوسائل المشروعة. وفي الوقت نفسه انتقد غالي خطاب الملك محمد السادس الذي رحب بالقرار ووصفه بأنه محاولة لتضليل الرأي العام المغربي وتغطية الأزمات الداخلية للمملكة. وبذلك تكشف تصريحات زعيم البوليساريو عن تصعيد جديد في الخطاب السياسي بين تمسك المغرب بالحكم الذاتي كخيار وحيد وإصرار الجبهة على الاستمرار في نهجها الانفصالي رغم المتغيرات الدولية.